النهارده انت قبضت وقررت تروح السينما تحضر فيلم على انه رائعة الاب الروحي من البروباجندا اللي اتعملت على السوشيال ميديا، والفيلم يطلع مرعي البريمو في الاخر، يبقى اسوأ مما تتخيل، يبقى اسوأ من مشخصاتي وعلقة موت. انت متخيل؟ وتكتشف انك دفعت 200 جنيه في الهبل ده، فيتحرق دمك وتكون عايز تنتقد الفيلم عشان انت عايز تنتقد بشكل بناء. قررت انك تشوف فيديو ازاي تبقى ناقد في 30 ثانية. وانا يجي سؤال، امتى تبقى ناقد؟ صلي على النبي، يلا بينا خش بالانترو. الاول من زمان عشان تبقى ناقد كان لازم تكون دارس. هو النقد بيتدرس؟ اه يا صاحبي، النقد بيتدرس عادي. في قسم في معهد السينما للنقد، والمعهد العالي للنقد السينمائي، وفي ورش بتتاخد برضه عشان تبقى ناقد، فبتبقى بشكل اكاديمي ناقد. وده فعلا كان موجود زمان زي الناقد طارق الشناوي، ويفضل الحال على كده لحد سنه 2013، وينزل محمود مهدي بفيديو بيراجع فيه فيلم الدشاش. وهنا يبتدي النقد ياخد شكل تاني تمام، ويبتدي يبقى فيه نقاد سوشيال ميديا زي بتاع افلام وابو اسماعيل وغيرهم. بس ما ينفعش تعدي على محمود مهدي كده مرور الكرام، لان مهدي اول من بدأ الموضوع ده، وده ما جاش بالساهل. هتقول لي يعني مهندس كمبيوتر بيفهم اكتر من النقاد اللي دارسين؟ هبقى اوضح لك حاجه، في ميزه في السوشيال ميديا حلوه قوي، هو اللي لو مش عاجبك ما تشوفش. فمعنى ان محمود ينجح على اليوتيوب بالطريقه دي، فانت بتشوفه بارادتك وانت داخل تتفرج عليه عشان تعرف ان هو هيقول الراي اللي انت عايز تسمعه. ومعنى ان محمود ينجح للدرجه دي انه يتعمل له برنامج على التلفزيون نقد واضح كمان، مش عشان انت ناقد يبقى انت رايك بيتكلم عنه. في نقاد مجاملين كتير، وفي نقاد بيحبوا يطلعوا باثار الجدل. لكن السوشيال ميديا لو رايك يعبر عن رايي ممكن اشيره، وممكن اقول انت كلامك صح. من تلاقي الاختلاف ان مواقع التقييم اللي زي اي ام دي بي او روتن توميتوس او سينما دوت كوم، حتى كل المواقع دي بيكون عليها نفس الفيلم بتقديرات مختلفه، كل موقع بيقيمه بطريقته. هتقول لي يعني محمود ناقد ومحلل كروي وستريمر وهو جامد في التلاته؟ على فكره دي حاجه تميزه مش تعيبه، بمعنى انك لو تركت بتلاقي فعلا ان محمود بيأدي في الثلاث مجالات دول وناجح فيهم، مش بس بيجيب مشاهدات. طب ما انت كمان الحاج بيقلب يوم الجمعه بيبقى ميكانيكي وسباك ونجار وخشاب واللي انت عايزه، اي حاجه بتلاقيه بيعملها ما تستغربش عادي يعني. سبحان الله، بتحسه بيقلب سوبرمان في يوم الجمعه ده. وكمان مش عارف ليه لما بتفرج على محمود مهدي بحس انه عامل زي خالي كده، عنده قبول غير طبيعي. المهم محمود مهدي بيبتدي سلسله اسمها تهبيط الهبوط بالهبوط، كان بيمسك فيها الافلام يحلها بطريقه ساخره. وفضل مهدي هو اوائل الناس اللي ابتدت حوار النقد والتحليل، وبعديها جه ابو اسماعيل في الاجنبي، وبعديها احمد كمال في اجنبي ومصري. يعني هتقولي يعني اراء الناس دي بتاثر؟ اقول لك اه، لدرجه ان لما اسعاد يونس قررت انها تجيب تيم ارزع وكان فيهم احمد كمال في البرنامج عندها، وهو مروان بيعرفها عليهم، لما جه احمد كمال قالت اه ده طبعا ده معروف عندنا. ايوه الناس دي بتاثر، بس خلي بالك ان اخر فتره ظهر حاجه ما بقتش جديده، وهي اللجان الالكترونيه اللي بتحدد الراي على الفيلم. هتقول لي مش جديده ازاي؟ هقول لك من زمان كان في فكره ان منتج او ممثل يروح لصحافه معينه تكتب له اللي هو عايزه، واظن ان ده بان في فيلم زي معبود الجماهير لما كان يوسف شعبان مسخر صحفيين لخدمته. ففكره اللجان دي مش قديمه، بس الفتره اللي فاتت اتعرفت قوي. يعني مثلا مسلسل زي برستيج احمد داوود شرحها لك بطريقه واضحه جدا. عمرك سالت نفسك ليه لعيب كوره معين كل يوم بيتشتم على الفيس من غير ما حد يكون عمل له اي حاجه، مع انك مالكش في الكوره بس البوستات هتجيب؟ طب عمرك سالت نفسك ليه مسلسل السوشيال كله بيتكلم عنه والناس كلها عماله تشكر فيه وتطلع لك بوستات المسلسل وانت ولا شفتيه ولا اصحابك شافوه ولا تعرفي اي حد شافه؟ عارفه بقى مين اللي ورا كل ده؟ وبس انا عندي توقع لنهايه المسلسل ده انه يبقى بيخاف من القطط وشافها واتخض واتكعبل على الترابيزه اللي كان عليها السكينه والشوكه وقع عليهم ومات. نرجع لموضوعنا، اللجان بقت اي حد بينتقد النجم اللي دافع لها تدمره، وخلت فعلا محمود مهدي قال مش هحلل في افلام عربيه قبل كده في فتره، وخلت واحد زي احمد كمال برضو قال اللجان بتدمر شغلنا، وبقى في خلاف كبير بين احمد كمال واللجان دي. ومحمود مهدي برضو رجع الحمد لله يحلل عربي تاني. وبص بقى، في فرق بين التحليل والنقد. يعني لو جينا مثلا في الكوره، عندك اشهر حد بينتقد اللعيبه دلوقتي مين؟ اسلام مهدي، وطول عمره بيقول انا مش محلل. لكن اللي بيحلل مين؟ واحد زي احمد عز وعفيفي. واللجان هي اللي بتحدد السوشيال ميديا دلوقتي، بقت تحس ان كل الصفحات بتاخد من بعض. وخلي بالك ان اللجان دي لو كملت الافلام هيفضل جودتها تقل. ويجي ناقد جديد ينتقد بسخريه وهو محمد طاهر. بص، هو طاهر بينتقد بسخريه بحته، يعني مش بيتكلم فنيا تمام، هو جاي يهزر بس على اساس، بمعنى لما بيرمي افيه بيرميه على اساس العبث اللي هو شايفه. لكن اللي لاحظته ان لما بيتسال بيقول انا مش ناقد، ومحمود لما بيتسال بيقول انا مش ناقد. هتقول انهم مش نقاد اكاديميين؟ حلو قوي قوي. هل محمد ابو عاطي ممثل اكاديمي؟ هل ويجز ممثل اكاديمي؟ هل ابو يوسف ممثل اكاديمي؟ هل كروان ممثل اكاديمي؟ خد دي، هل طه دسوقي ممثل اكاديمي؟ هتقول لي عندك طه بيعرف يمثل، وانت ايه اللي عرفك ان محمود او طاهر ما بيعرفوش ينتقد؟ زي ما انت مش بتهتم باكاديميه الممثلين اللي انت بتجيبهم في اعمالك، يبقى انت ما تعترضش على ان اللي بينتقدك ده مش اكاديمي. ولو انا غلطان قول لي، بمعنى اصح ان مش لازم ابقى دارس عشان اقول رايي طالما ما خرجتش عن الحدود والمعايير الاخلاقيه، طالما بنتقد بوجود شيء ينتقد فعلا، وطالما انا ليا وجهه نظر في اللي انا بنتقد فيه ده. وبعيدا عن الناس اللي هي بتحب اثاره الجدل زي اللي هم يقولوا
يقولوا على مطاعم كويسه انها وحشه ويقعدوا ينتقدوا والكلام ده، انا ما بتكلمش عن الناس دي، انا بتكلم عن النقاد اللي فعلا عندهم موهبه ان هم ينتقدوا، واللي فعلا لو ما كانش رايهم صح ما كانش عجب الناس. وطالما انا ما بتبلتش عليك في حاجه، يعني ما قلتش على فكره الفيلم وحش عشان في كذا 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 وهو ما فيهوش الكذا كذا كده، لكن في فرق بين النقد والهجوم. ممكن يحصل هجوم بدون سبب عشان عداوات شخصيه او راي غلط منتشر، ومش ده اللي انا بتكلم عليه تماما. ان انت تنتقد ده سمه من سمات البشر، لو كله مدح ما كانش فيه شيء هيفشل. وبس انا كده خلصت. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. تعمل فولو على الانستجرام هتلاقيه تحت في اول كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.